السلام عليكم. لو بتحاول تتعلم لغة فخليني أقول لك إن قدامك طريقتين، طريقة صح وطريقة غلط. بس المشكلة إن كل طريقة بتقدم نفسها على إن هي الطريقة الصح، مش بس كده، لا ده كمان الطريقة الغلط بتديك إحساس إن هي الطريقة الصح، والطريقة الصح بتديك إحساس إن هي الطريقة الغلط، وده السبب إن الغالبية العظمى من متعلمين اللغات بيختاروا الطريقة الغلط. طب إيه هي الطريقة الصح وإيه هي الطريقة الغلط؟ عشان نجاوب على السؤال ده خلينا نفهم مع بعض الفكرة من الأول. عشان نقدر نستقبل أي نوع من أنواع المعرفة بتكون دماغنا مهيئة بنظامين أساسيين، نظامين شكلهم شبه بعض بس في الحقيقة هم مختلفين تماما. النظام الأولاني هو نظام تحصيل المعرفة الواعية. المعرفة الواعية مقصود بها هنا معرفة تقدر تكتبها، تقدر تشرحها وتقدر تحفظها، وبطبيعة الحال دي المعرفة اللي بتقدر بعد كده تتحاسب عليها في أي امتحان. مثال بسيط جدا، اللغة الإنجليزية جمع الكلمة غالبا بيكون عن طريق إضافة حرف اس. يعني كلمة زي pen هتكون pens، وكلمة زي cup هتكون cups. كده انت فاهم القاعدة، تقدر انك انت تشرحها، تقدر انك انت تكتبها، ودي اسمها معرفة واعية. وده النوع اللي احنا نقدر نذاكره في الكورسات زي القواعد، الأزمنة، الجداول، الاستثناءات. ونظام المعرفة ده احنا بنسميه التعلم learning، وممكن نعرفه في سياق اللغات ان هو تحصيل المعرفة الواعية باللغة، يعني قواعد تقدر تشرحها، تكتبها وتحفظها. أما النظام التاني فهو نظام تحصيل المعرفة اللاواعية، المعرفة اللي موجودة في دماغك بس انت مش حاسس بوجودها، او بمعنى ادق مش بتحس بيها وهي بتتكون، معرفة ما تعرفش تقدمها في شكل افكار منطقية. يعني مثلا وانت قاعد تسمعني دلوقتي انت مش بتفكر في حاجة زي هو هنا استخدم ماضي، دي جملة شرطية، لكن انت في الواقع قادر تستقبل الافكار اللي مخك بيسمعها من غير ادراك لشكل الجمل والازمنة المستخدمة. انت هنا مش قاعد تحلل القواعد، انت بتفهم بشكل تلقائي، وده بيحصل بفضل سيستم المعرفة اللاواعية اللي متسطب في دماغك. وده نظام تحصيل الاطفال للغة الام، ونظام المعرفة ده بنسميه اكتساب او acquisition، وممكن نعرفه بانه هو تحصيل المعرفة اللاواعية للغة، يعني لغة بتتكون في دماغك من غير ما تحس. خلينا نرجع بسرعة لفترة كلنا عدينا بيها قبل ما نخش المدرسة. كنا كلنا بنتعلم لغتنا الأم. في الوقت ده محدش كان بيشرح لنا قواعد اللغة، محدش قال لنا ده فعل وده فاعل وده مفعول، لكن كنا بنسمع وبنشوف وبنتفاعل. واللغة اتكونت جوانا لما دخلنا المدرسة. بعد كده بدأوا يشرحوا لنا قواعد اللغة اللي هي أصلا كانت بالفعل مستخدمة. معنى الكلام ده إن إحنا هنا استخدمنا النظامين، النظام الواعي وده لما بدأنا نذاكر اللغة في المدرسة، والنظام اللاواعي وده من الطفولة وبنستخدمه في البيت. وده خلينا نأسس لنقطة في منتهى الأهمية، وهي إن كل واحد فينا عنده النظامين دول. خلينا نتصورهم على شكل صندوقين موجودين في مخ كل واحد فينا، والصندوقين دول كلنا استخدمناهم بدرجات مختلفة في علوم مختلفة. مش بس في علوم مختلفة، لا ده كمان استخدمناهم تحديدا في تحصيل اللغات. بس في الواقع الصندوقين دول منفصلين عن بعض بشكل كامل، يعني اللي موجود في صندوق التعلم مش بيروح لصندوق الاكتساب، والعكس صحيح. يعني كونك حفظت قاعدة وفهمتها واتدربت عليها ده مش معناها انك انت اكتسبتها، ومش عشان اكتسبت قاعدة يعني بالضرورة انك اتعلمتها هنا بمعنى انك واعي بيها، تعرف تكتبها وتعرف تشرحها. خلينا اديك مثال واضح جدا في اللغة الانجليزية. لما نيجي نقول he plays، لو سألنا متعلمين اللغة الانجليزية بشكل واضح عن القاعدة دي كلهم هيجاوبوا بوضوح. القاعدة دي اسمها third person singular، وهيقول لك ايوه احنا بنضيف اس لما يكون زمن المضارع البسيط. والحقيقه دي تعتبر اول قاعده من القواعد اللي متعلمين اللغه بيتعلموها في المناهج التعليميه، الا انها بالرغم من كده من اكتر الاخطاء شيوعا بين متعلمين اللغات. والله يعني دي قاعده بيبدا بيها كورسات اللغات والمدرسين بيشرحوها بمليون طريقه، ومع ذلك تعتبر اكتر اخطاء التحدث شيوعا. اهو السؤال ده دلوقتي ما يطلعش منك لانك عارف قصه الصندوقين. كون ان القاعده دي اتفهمت واستقرت في صندوق التعلم ده مش معناه ان هي بقت موجوده في صندوق الاكتساب او في نظام تحصيل المعرفه الغير واعي. ولو بصينا على عمليه تحصيل اللغات من المنظور ده بنلاقي شريحتين من ناس غزت صندوق الاكتساب بشكل قوي جدا من غير معرفه واعيه بنظام وقواعد اللغه، ودي بالمناسبه عمليه اكتساب اللغه الام باختصار. وناس في المقابل عندها صندوق تعلم مليان لغه وقواعد، لكن لما تيجي تتكلم الموضوع بيكون محبط جدا. من اكتر النماذج الواضحه في النقطه دي هي مدرسين اللغه نفسهم. طبعا مش بنتكلم هنا على مدرسين اللغه من متحدثين اللغه الاصليين، لكن مدرسين اللغه التربويين اللي بالرغم من اتقانهم لقواعد اللغه وشرحها باستمرار، الا انه من خلال تجربتنا التعليميه في المدارس والمعاهد مش بالضروره ابدا بيكونوا بالفعل قادرين ان هم يتكلموا اللغه دي. وهنا تيجي القاعده اللي لازم نفهمها كويس، التعلم لا يتحول تلقائيا الى اكتساب، والعكس صحيح. لو وصلت لحد هنا، انا اسمي محمد عبد الناصر ودي قناه مكتسب، هنعلمك فيها كل حاجه عن ازاي ممكن تتعلم لغه بسرعه. طيب ايه النظام الاهم عشان نقدر فعلا نتكلم لغه تانية بطلاقه؟ في سياق الكلام اللي فات اعتقد انك قدرت دلوقتي تجاوب على السؤال ده، وهو انه ايوه احنا 99% من استخدامنا للغه بيجي من نظام التحصيل الغير واعي او الاكتساب. النظام اللي للأسف مش بيتم استهدافه من خلال تعليم المدارس والكورسات وكتب اللغة، واللي في المقابل بيستهدف بشكل أساسي نظام التعلم.
ولو اتفقنا ان تعلم اللغات الواعي هي استراتيجية فاشلة وغير مجدية، فاكيد هنا لازم نجاوب على السؤال المحوري: ازاي نقدر نكتسب اللغة؟ جاهز تسمع الإجابة؟ اللغة بتكتسب عن طريق حاجة اسمها المدخلات المفهومة. المدخلات هي كلمة أكاديمية منمقة مقصود بيها اللغة اللي بتدخل دماغنا، يعني الحاجات اللي احنا بنسمعها والحاجات اللي احنا بنقراها، لكن مش أي استماع ومش أي قراية. احنا قلنا المدخلات المفهومة، يعني لازم تكون مفهومة. خليني أوضح لك النقطة دي بمثال. لو أنا دلوقتي بتكلم معاك بلغة أنت ما تعرفهاش خالص، لو فضلت تسمعني ساعات وأيام وسنين مش هتتعلم أي حاجة، لأنك ببساطة مش فاهم الرسالة. مخك هنا بيتعامل مع اللغة على إن هي ضوضاء، والدماغ مش بيكتسب ضوضاء، الدماغ بيكتسب معاني. عشان كده الفكرة الأساسية هنا ببساطة إنك بتكتسب اللغة بشكل تلقائي، يعني صندوق الاكتساب بيتغذى لما مخك يفهم رسائل. كل لما يفهم رسائل أكتر كل ما يكتسب لغة أكتر، من غير ما تحاول، من غير ما تحفظ، من غير ما تفكر في قواعد. طيب إزاي المدخلات دي هتكون مفهومة وفي نفس الوقت أنا بتعلم لغة المفروض إن هي جديدة؟ إزاي هفهمها من غير ما أحفظها وأذاكر القواعد بتاعتها وأترجمها؟ هقولك، لو المدخلات دي مستواها أعلى منك كتير فمعنى كده إن دي مدخلات غير مفهومة، مش هيحصل من خلالها اكتساب اللغة. ولو المدخلات دي مستواها متطابق لمستواك الحالي فمعنى كده انك هتفهم لكن مش هتتعلم حاجة جديدة. وده اللي خلى ستيفن كراشن يتكلم عن المدخلات دي بالرمز I+1. وده رمز ملوش معنى حقيقي الا ان هو رمز لمستواك الحالي، يعني تكون مستواك الحالي لكن اصعب شوية صغيرين. هي بترمز لمستواك الحالي، و+1 بيرمز لانه اللغة دي اصعب من مستواك بشكل بسيط. يعني مثلا تخيل انك بتقرا جملة فيها 10 كلمات، انت فاهم 9 منهم وفي كلمة واحدة جديدة، ساعتها هتقدر تخمن معنى الكلمة الجديدة بسبب ال9 كلمات التانيين. خلينا نعمل تجربة صغيرة. النهاردة انا ركبت الطمانة وسوقتها شوية في الشارع، وبعدين الطمانة وقفت مني فاضطريت اشحنها، وبعد كده الدنيا عدت. كلمة طمانة هي كلمة مش حقيقية، لكن غالبا انت خمنت ان هي معناها حاجة زي العربية او السكوتر، وده لان انت خمنت معناها من السياق، وهو ده نفسه اللي بيحصل مع اللغة. كل ما بتفهم رسالة حتى لو فيها اجزاء مش واضحة بشكل كامل، فدماغك بيبدأ يبني اللغة جواك، كلمة بعد كلمة، تعبير بعد تعبير، تركيب بعد تركيب، من غير ما تحس. يعني مرة تانية اكتساب اللغة بيتم عن طريق التعرض للغة مفهومة مثيرة لاهتمامك وفيها حاجة جديدة بسيطة. طيب احنا في الفيديو ده اتكلمنا على الفكرة الأساسية إن اللغة بتكتسب عن طريق المدخلات المفهومة، وفي الفيديو اللي قبل اللي فات اتكلمنا على المنطق ده بشكل مشابه، وجالنا كومنت ساعتها بيقول: طيب يا هندسة يعني أنا أعمل إيه بالظبط؟ بص، أنا مش هندسة بس خليني أقول لك هتعمل إيه ببساطة. لو عايز تبدأ تطبق الفكرة دي عمليا فأنت محتاج تعمل حاجتين. الخطوة الأولانية: جهز مصادر المدخلات. يعني تعمل ايه؟ تجمع المحتوى اللي هيكون هو البيئه اللي هتتعرض لها باللغه دي. يعني لو انت في مستوى معين ابدا كون لنفسك بلاي ليست كبيره. البلاي ليست دي بتتكون من فيديوهات، بودكاست، محتوى ممكن تقراه او اي محتوى باللغه. المهم ان الشرط ده يكون متحقق، I+1، يعني يكون المحتوى ده مفهوم بنسبة كبيرة، مش سهل جدا ومش صعب جدا، هو أصعب من مستواك بشوية صغيرين. الخطوة التانية هو إنك تستهلك المدخلات بشكل يومي. حط لنفسك هدف يومي، والهدف ده يفضل إنه يتقاس بالوقت، نص ساعة، ساعة، ساعتين، ده طبعا بيختلف من شخص للتاني. ولو هتسألني طيب والقواعد، خليني أقول لك مرة تانية: القواعد موجودة في صندوق التعلم مش في صندوق الاكتساب. مجرد انك تتعلم القاعده مش معناه انها هتتحول تلقائيا لاكتساب. ومع ذلك خليني اقول لك، لو انت شخص عنده فضول ان يفهم المنطق وراء اللغه، يعني لو جه سؤال في دماغك مثلا زي هو ليه الجمله دي بتتقال بالشكل ده، او انه ليه الكلمه دي بتتغير بالشكل ده، فهنا ممكن تبدا تبص على تفسير السؤال اللي اثار فضولك بخصوص الجمله دي. وممكن تعمل ده سواء بشكل عفوي جدا لما تقابل مثلا حاجه تثير فضولك عن طريق انك تستخدم واحده من ادوات الذكاء الصناعي، او لو انت عارف انك شخص بيصاب بحاله من عدم الراحه لو انت ما فهمتش كل حاجه عن الحاجه اللي انت بتتعلمها، ففي الحاله دي ممكن تمشي على بلاي ليست لشرح القواعد. ولكن المهم انك تعمل الموضوع ده بشكل موازي تماما وثانوي للمحتوى اللي انت بتسمعه كل يوم. بس كده. لو وصلت لحد هنا فما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتدعي الوالدي بالرحمه، ولو عندك اي سؤال سيبه لنا في الكومنتات.